هريسة الشطة من الحاجات الضرورية جدا انها تكون موجودة في بيتك، لانك بتحتاجيها في اكلات كتير وفي تتبيلات وفي التخليل كمان. النهاردة هقولك على طريقتين حلوين قوي وبساط جدا. تخليها تقعد معاكي من السنة للسنة، حلوة قوي قوي وجميلة. تقدري تعمليها في دقايق كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جايبه 2 كيلو من الفلفل الحار، غسلته كويس وسبته لما نشف خالص ونشفته من الميه، مش عايزين يبقى فيه ميه. تقدري تعملي شويه حار على شويه بارد او كله حار كده. قطعت الجزء الاخضر ده وببتدي بقى ان انا اقطعها. تقدري تقطعيها باي طريقه تعجبك على ايدك كده، او تعمليها بالمقص. انا عملت كده شويه وبعدين كملت الباقي كله بالمقص، والطريقه دي افضل بكتير، بتسهل معايا الوقت وكمان بتخلي ايدي بعيدة عنه. لو انت ايدك بتتحسس ولا حاجة يبقى البسي جلافز. عملنا كده كل الكمية زي ما انتوا شايفين. هبتدي دلوقتي ان انا افرمها في الكبة. هي مش بتتفرم ناعم قوي، بتبقى فرم خشن شوية. لو انت حابة تفرمي معاها توم، تقدري في الخطوة دي تحطي معاها توم وتفرميه معاها. بس انا النهاردة هعملها هريسة الشطة سادة، فلفل حار بس، مش هحط لها اي توم معاها. هعمل كده كل الكمية اللي انتوا شايفينها بنفس الطريقة كده واجهزها علشان ابتدي بقى الخلطة فيها، وهشوف هحط لها ايه. بكل سهولة كده انتي فرمتيها وخلصتيها. هتحطي على كل كيلو فلفل هتحطي عليه معلقة كبيرة من الملح. انا كانت المعلقة مش مليانة، حطيت معلقتين ونص بس. لكل كيلو معلقة ملح كبيرة. هقلبهم كده مع بعض. اول طريقة ان انتي كده تقدري تشيليها في البرطمانات المغسولة كويس ومتعقمة وتشيليها في الفريزر، تقعد معاكي من السنة للسنة كده. دي اول طريقة ليها. تاني طريقة بقى اللي انا هبتدي اسويها على النار، علشان لو قعدت معايا في التلاجة على الرف تقعد معايا فترة ما يجرالهاش اي حاجة. هحطها على نار هادية. شايفين بقى كمية المية اللي موجودة دي انا مش محتاجاها. هقعد اخليها تتبخر واحدة واحدة كده على النار، نار هادية. هقلبها كل شوية، ما تعليش عليها النار علشان ممكن تشيط وتبوظ منك. فخليها افضل على نار هادية وما تغطيهاش، عشان احنا عايزين المية اللي فيها دي تطلع تتبخر، لانك لو غطيتيها المية هتنزل فيها تاني. زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تغلي وشوية المية اللي فيها نزلوا، الملح نزلهم. انا هنا حاطة معاهم ملح. ليه؟ الملح مادة حافظة ليه وبتخليه يقعد معايا فترة اطول. وممكن كمان تضيفيله معلقتين خل بس بعد ما يغلي معاكي ويستوي خالص. انا ما بحطلوش اي حاجة غير الملح بس. وزي ما قلتلك تقدري تعمليه بالثوم عشان تبقى الخلطة جاهزة معاكي. لو انتي هتعملي تتبيلات تعملي شوية معاهم ثوم مفروم. هفضل بقى متابعاه كده وكل شوية اقلب فيه، وهخلي بالي منه كده لغاية لما ابص فيه الاقي المية بتاعته نشفت. وانا برضو مش بنشفها على الاخر، لا انا بنشفها بس يبقى فيها نسبة بسيطة. بس زي ما انتوا شايفين كده اقلبها ملاقيش المية زي الكمية اللي شفتها في الاول. يبقى هو كده استوى معايا وبقى حلو قوي. زي ما انتوا شايفين المية قليلة خالص. هسيبه بقى كده معايا يهدى كده ويبرد، علشان اجيب البرطمانات المغسولة كويس بمية سخنة ومتعقمة اعبيه فيها. زي ما انتوا شايفين كده انا عبيته في البرطمانات. شكله حلو قوي وطعمها حلو قوي. عشاق الشطة هيحبوها قوي قوي وعارفين قيمتها في البيت دي عاملة ازاي. دي هتدخل معاكي لو عملتي بقى بامية، طاجن بامية حلو كده مشطشط، حطيتيها في تتبيلة بتنجان، طماطم اللي بالثوم الحلوة دي المتبلة، حطيتيها في خلطة المحشي وانتي بتعملي المحشي يبقى جميل كده بيها. تقدري تستخدميها في حاجات كتيرة جدا جدا. بتقعد معايا من السنة للسنة وممكن سنتين كمان تقعد. حلوة قوي وجميلة. انا كنت مخزنة قبل كده شوية، عاملاهم فلفل حار بس اخضر وشوية عليهم احمر، بيقعدوا معاكي مجرهمش اي حاجة. الخطوة الاخيرة بقى اللي هعملها ان انا هحط على وشهم كده شوية من الزيت، عشان لما اشيل البرطمان ده احطه في التلاجة من تحت يقعد معايا فترة طويلة. والاتنين التانيين هشيلهم بقى في الفريزر يتجمدوا. دول اللي انا كنت عاملاهم على البارد، يا دوبك بس فرمتهم وحطيت عليهم الملح وشلتهم.
هما انتوا زي ما انتوا شايفين التلج فيهم هم متفرزين. لو انت عندك فلفل حار احمر تقدري تعمليه، عندك اخضر تقدري تعمليه برضو بنفس الطريقة وتسويها كده او تحطيه على طول. انا بعمل شوية كده وشوية كده وبيقعدوا معايا فترة طويلة جدا، حلوة قوي وبسيطة ومخدتش وقت. يلا بقى قومي جربيها وما تنسيش تعملي لي لايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم بخير.